لسه حالين نفس الاسئله ويروح تاني يوم الامتحان يحلها غلط مع انه حلها معايا صح. او انه الدرس ده احنا شرحناه كذا مره قبل كده وكان بيحل فيه حلو جدا وبعد كده ابتدى يحل غلط. دي مش مشكله هنا تركيز، دي مشكله حاجه اسمها دافعيه. المشكله دي بتحصل لكتير من اولادنا خصوصا مع الضغط الشديد اللي بيحصل دلوقتي في الدراسه عندنا. طب ايه حل المشكله دي وايه الحاجات اللي ممكن نعملها؟ ده هنعرفه في حلقه النهارده من خلال 5 استراتيجيات هنستخدمها معاهم. ولو ال5 استراتيجيات دي ما نفعتش هقولك في الاخر ايه اللي ممكن تعمليه لو ابنك رفض تماما انه يبدا المذاكره. اول استراتيجيه هي المذاكره بالنبضات. الطفل بيفقد دافعيته ان هو يذاكر لما بيلاقي كتب قدامه، بيحس انه اللي وراه ده مش هيقدر يخلصه. فاحنا هنعمل اول حاجه قاعده 25 بيقعد 25 يعني 25 دقيقه بيبتدي يذاكر فيها ولازم ياخد بعدها 5 دقائق اجباري راحه ليه من غير ما يستخدم فيها اي شاشات. الطريقه دي بتحسسه ان العذاب اللي هو فيه ده هيخلص قريب، فبيتشجع ينجز عشان يوصل للراحة دي. تاني استراتيجية معانا هي التحدي. ازاي نحول المنهج بتاعهم لتحدي؟ عن طريق حاجتين. اول حاجة لوحة النجوم. في اللوحة دي لوحة عادية بنحط فيها ستارز ليهم، بس الستارز دي مش بناخدها على الدرجات بتاعتنا، لا دي بناخدها لما بنبتدي ان احنا نبدأ في المذاكرة بتاعتنا في ميعادها، او لما نخلص مثلا مذاكرة صفحة كاملة بدون اي تشتت خالص. هنا ببتدي اديله ستارز فبيتحفز ان هو يركز اكتر. حاجة كمان اسمه تحدي ال10 دقايق. تقدر تخلص حفظ ال5 كلمات دول في 7 دقايق؟ انا هراقب الوقت. الطريقة دي بتحفزه اكتر على التركيز. تالت استراتيجية هي الطقوس. الدفاعية بتقل لما بيكون المكان فيه فوضى او فيه مشتتات كتير، ففي حاجتين لازم نعملهم. اول حاجة يكون في ركن المذاكرة. ركن المذاكرة ده بيكون فيه مكتب خاص بيه او مثلا ممكن ترابيزة صغيرة مع كرسي. اهم حاجة ان هو يكون بعيد عن السرير وبعيد عن التلفزيون. تاني حاجة هي الطقس اللي هنعمله للمذاكرة. مهم جدا ان يكون في حاجة زي مثلا نشرب عصير عصير طبيعي، ده مهم انه ما يكونش صناعي معلب، او مثلا اضاءة معينة بعملها، او مثلا حتى برفان برشه وقت ما بيبدأ المذاكرة، لان المخ بيربط بين الطقوس اللي انا بعملها ديت وبين حالة التركيز بتاعته. رابع استراتيجية المعلم الصغير. اقوى حاجه بتقوي فعلا الدافعيه عندهم لما احساسهم بالتمكن. بدل ما تقولي له تعالى اسمع لك الدرس، قولي له انا الجزء ده مش فاهماه، ممكن تشرحه لي؟ انت المدرس بتاعي النهارده. حاجه كمان ممكن نعملها لما يجي الطفل هو اللي يبتدي يشرح الدرس، هو بيبتدي يحس بذكائه ويحس بقدرته وبيبتدي يزيد عنده احساسه بالثقه، بيخليه عايز يبذل مجهود اكتر ويذاكر اكتر علشان يبتدي يشرح لك اكتر. خامس استراتيجية السهل الأول. ابدأي دايما معاه بالحاجة السهلة أو السؤال السهل، لأن إحساسه إنه بيخلص الحاجة بسرعة ده بيفرز عنده هرمون الدوبامين، وده بيساعده أو بيخلي المخ يدي طاقة عنده إن هو يبتدي يدخل في المهمة الأصعب من كده. طيب أنا دلوقتي مشكلتي إنه مش عايز يبدأ أصلا. هنا بقى ندخل على خطة الطوارئ اللي هي ايه؟ قولي له ما تعنديش معاه، قولي له انا حاسه بيك وشايفه ان انت تعبان. طب ايه رايك نبدا بعد 10 دقايق ولا بعد ربع ساعه؟ هنا انت خيرتيه فقللتي عنده التوتر، وفي نفس الوقت انت ما اديتيش اوبشن هو مش هيعمل، لا انت هتعمل بس بعد 10 دقايق ولا بعد ربع ساعه. حاجة كمان تشاركيه بالصمت. يعني ايه؟ يعني يفضل ان وقت ما هو بيذاكر تبقي قاعدة جنبه، مثلا بتقري كتاب، بتعملي حاجة وانتي قاعدة جنبه، بس ما تدروش احساس ان انتي المراقب اللي واقف قدامه، لان ده هيوتره. في حين ان انتي لو قعدتي جنبه مثلا بتقري كتاب او بتذاكري حاجة ليكي، ده بيساعده انه يحس بالامان ويساعده انه يحس بحالة تركيز احسن من كده، وبتديله هدوء نفسي. اخر حاجه معانا جدول المكافئات. ممنوع تماما الفلوس. المكافاه بالخبرات مش بالاشياء ومش بالفلوس. يعني ايه؟ يعني انت التزمت بجدول الاسبوع، هتختار فيلم السهره اللي هنتفرج عليه يوم الجمعه. خلصت ماده صعبه، هتاخد 15 دقيقه زياده في وقت اللعب بتاعك اللي بتفضله. اتحسنت في درجه امتحان، يبقى انت اللي هتختار المكان اللي هنخرج فيه الاسبوع ده. طبقوا معاهم استراتيجية، لان في طفل هتوافق مع استراتيجية وفي طفل مش هتوافق مع استراتيجية تانية، لان في فروق فردية ما بين الاطفال زي ما احنا عارفين. طيب وقفنا خالص هو مش عايز يبدأ اصلا، هنوصل لخطة الطوارئ وهي دي اللي نعملها. ارجوكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان توصل لكم كل حلقاتنا. اعملوا لايك وشير الحلقة عشان الباقي كله يستفاد. شكرا.